بس بقى فطبعا من اكبر المشاكل اللي بتحصل في حياتي مع العيال، انا اقول العيال كالعاده هم عيال طبعا بالنسبه لي، اسال ما اهلا يسلم. اهلا بيك. بس حبيت اقول لك بس من الاول كده بدايه لا، قويه. فالعيال بيحرقوا دمي انه ما حدش فيهم عايز يعتذر اطلاقا، حدش عايز يقول كلمه انا اسف خالص. موضوع كبير بالنسبه لهم قوي. لسه الاسبوع اللي فات عارفاني بقيت دلوقتي عايش في حياه التيك توك والحاجات الظريفه دي، فشاب زي الورد بعت لي كده قال لي انا عندي مشكله كبيره جدا، قول لي اعمل ايه، انا بحب واحده وانا شتمتها بالاب والام يعني عادي جدا، مش تخيل الفكره عادي في وسط الحوار على يعني. طول كده. فهي بعد كده زعلت مني جدا ومش عارف ايه، وهي بقى متضايقه جدا وانا مش عارف ايه الحكايه فانا اول سؤال قلت له انت اعتذرت لها على حاجه زي كده؟ لا ما اصل على فكره انا يعني قلت لها خلاص بقى مفيش مشاكل، كله كويس قشطه يعني. قشطه دي من ايامنا احنا على فكره، بس هو معناها حاجه زي كده مش عارف ايه يعني. فهو عادي كده، هو ايه الكبير قوي بالنسبه لحد؟ قلت له مبدئيا هسيبوا بعض طبعا، مبدئيا حتى لو مبدئيا اصلا حتى لو اعتذرت في المرحله دي انا حاسه يعني مش هتعدي خالص. بس انا مبدئيا عايز اسال سؤال بسيط كده، ايه الكبير قوي على الشباب الصغنون الجميل المنطلق في الحياه لما يعمل غلطه يرفع ايده يقول انا اسف؟ ايه المشكله؟ انا مش حاساها مشكله شباب عامه، انا حاسه تقريبا احنا بنعتذر اكتر منكم اصلا. لا 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 لا, لا خالص، ده في عند غير طبيعي. جربي كده تكون في الشارع واي خناقه مع حد، شوارعنا الجميله مثلا، اي حد ماشي عكس اتجاه ولا غيره، الصغير عمره ما هيعتذر، واخد على كرامته. بس دي ثقافتنا عامه، لان فعلا الموضوع بيبقى على كرامتك، بيبقى بقى ان انت بتقلل من نفسك، بيبقى مشاكل بقى نفسيه كده. ان انت تعترف انك غلطان اصلا. بس انا شايفه الصراحه برضو لازم اقول ان انا يعني مش هينفع تبليم الجيل ده ان هو طلع كده، غير ان انت تشوف هو جاي كده ازاي. ما هو يعني اكيد اخد الحاجه دي من الجيل اللي قبله لا ويت سكند، لا معلش ثانيه واحده. اولا تعالي بصي ليل نهار على الويب سايتس او البيجز او الحاجات اللي فيها الشباب، هو اللوجيك بتاعه كله يكشي تولع، انا كده مش عايز اتغير. مش كل الناس ليه؟ عايز اعرف جايه منين برضو. على فكره انت قلتي كلمه مخيفه بالنسبه لي برضو، كلمه شهيره بتاعت ايه اللي هو توكسيك وانفايرمنت والحاجات النفسيه. الحاجات نفسيه ايه؟ لا ايه النفسيه اللي خليني اقولش ناس؟ لا ماشي، انا مش بقول مش بدافع عنه، مش هو لا، لو حد غلطان لازم يعتذر. بس at the same time برضو ما ينفعش الواحد يبقى يعتذر عمال على بطال. واول حاجه بالنسبه لك سوري، لان انت فعلا بتبدا تفقد معناها، ده اول حاجه. انت السيلف استيم بتاعك definitely بيتهز، ده اول حاجه يعني. بص مش عارفه، مش عايزه ادخل في حاجات شخصيه قوي، بس أيوة. الصراحه ما هي موضوع شخصي طبعا، بالذات موضوع شخصي، بالذات ان احنا في الديناميك بتاعنا يعني. انا حاسه انا وانا صغيره وانت الكبير اوكي مش لازم ان على طول هبقى انا اللي غلطانه. وانا حاسه ان ساعات يو ديماندد ان انا اقول سوري. على فكره انا مش عاجبني انت بتفاجئيني بحاجات على فكره. طب اعمل انا ده انا كنت انا معاكي انا بابا على فكره، ده انا كنت انا من زمان فين لما حد بيعمل حاجه غلط، لما حد بيعمل حاجه غلط أيوة. صح، بس لازم اللي قدامك برضو يبقى مقتنع انه عامل حاجه غلط صح. طيب ثانيه واحده بس، اولا ده تحدي كبير جدا بالنسبه للناس، واعتقادي ده جزء من المشكله. الاجيال الجديده اللي طالعه دي كلها ما اعتقدش عندهم رول موديل قوي. المعايير بتاعت الصح والغلط تايهه ما بينهم شويه، it's not that obvious, it's not that clear، مش واضحه بالنسبه لهم. فهو شايف ما هو عادي. انا معاكي جزء من القصه ان الكبار كمان بيعملوا بلاوي، فthey're setting the wrong example للناس. لا مش بس كده، كمان انت لازم to set an example، لازم الموضوع mutual يعني. انا كمان لو غلطت هعتذر لك. الكبير ما فيهاش حاجه ان هو يعتذر الصغير صح ممكن يعني أيوة. طيب هو كأب او كأم بيبقى عندنا مشكله برضو، خلينا نعترف برضو احنا بيبقى عندنا مشكله ان احنا نقول ايه انا غلطان. كويس، نفس القصه في الشغل على فكره. لو انا مدير مش عايز اطلع غلطان قوي قدام السقف اللي عندي، ده غلط. انا مش شايف ان ده صح، بالعكس انا شايف ان قوتي كمدير وبارت اوف بينج ليدر، قائد حقيقي، لما تغلط ترفع ايدك تقول انا اسف بكل بساطه. ايوه بس شايفه برضو مثلا جزء من الليرنينج كيرف، بالذات لو انت العكس بقى، انت امبلويي وانت لسه جديد، فالمدير ده بيعلمك صح. كل مره هتغلط او هتعمل حاجه incomplete او مش عارف ايه، وانت في الاول يعني مش بقول انت بعد سنين هنبدا نقول سوري سوري سوري. طيب يعني ماي كو ريزيدنت على فكره كوريزيدنت فاهمينا باللغه العربيه، عشان في ناس بيكتبوا مش عارفين انتوا ليه بتتكلموا بالانجليزي، فلازم كوريزيدنت اللي هو ايه بقى. طيب انا دلوقتي بشتغل في مستشفى في نايبه يعني في النيابه وكده اوكي، فهي اللي معايا في نفس الدفعه يعني من الاخر. بس فانا قلت لها، انا جيت لها كده بقول لك ايه، انا عملت كارثه. هي مش كارثه قوي، بس انا طبعا كبرت الموضوع وتوترت وكل حاجه، وانا عارفه ان انا غلطانه اوكي بس احنا في الاول ومتوقع مننا ان احنا نغلط اوكي. فقلت لها اقول لهم ايه واقول للمديره بتاعتي ايه وكذا كذا، كتبت معايا المسج وكده. فقلت لها طب ايه مش تحطي ام سوري؟ يعني غريب قوي يعني انا متوقعه ان احنا في المسج نحط ام سوري حصل كذا 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 كذا. قالت لي I stopped using that. فقلت لها بجد والله؟ قالت لي انا بطلت استخدم الكلمه دي. قالت لي ان انا في حاجات انا حاسه يعني انا
I feel bad او انا حاسه يعني مش هقول بالاسف حلو. اللي هو انا غلطانه او ده حصل كذا كذا كذا، بس لازم كلمه سوري دي يبقى يعني ليها معناها طيب القوي، يعني مش عمال على بطال. طيب مش عمال على بطال، بس انا اقول لك التشالنج فين. اولا احنا كبشر علمونا زمان كده، وعلم النفس وعلم الاجتماع وكل حاجه، هو لو انا ما قلتش سوري او ما عرفتش ان انا غلطان وما دفعت، مش هقول دفعت ثمنها، بس يعني اي فيلت الامباكت بتاعها في نفس اللحظه، الثواب والعقاب وراها على طول، بيحصل مشكله ايه؟ ان انا بيني وبين نفسي بعد كده لا ده انا كويس. انا اديكي مثال بسيط لا ثانيه بس تقول حاجه مهمه قوي. لو انا ما كنتش يعني فاهم انا بقول سوري ليه، حلو. او انا مش عارف، حلو. مش هقولها وخلاص، يبقى انا محتاج اعرف الناس، يبقى انا بقولها لنفسي ولا بقولها عشان الشخص اللي قدامي ده يسمع. طيب فانا لازم اكون مقتنع وعارف ان انا عندي مشكله في حاجه معينه، ولازم الاول ولا شرط اخر نور، لازم انا بقول كواحد كبير كده، لازم اقول للناس على فكره يا جماعه انا عندي ايشو، تمام، اللي انت عملته ده مش مظبوط، لا ده غلط عشان 1 2 3. بس في بعض الاوقات انت كشاب او كفتاه انت مش عارف ابعاد القصه ايه، في نظام لازم، وده جزء كبير قوي في التحدي يعني. work environment يعني. work environment، وحتى في البيت على فكره، ما ده رب الاسره رب البيت صح. ففي نظام انا لازم بيس على النظام ده، انا بمشي حاجه معينه في البيت، مش لازم كل مره اقنعك، تمام، بس انت عارف او احنا مفهمينك ده غلط، انت مش مقتنع ان ده غلط. فور اكزامبل مثلا انا دخلت جوه البيت ده دايما بيقول لي مثلا ايه، اقلع الحذاء بتاعك بره عند الباب. حذاء ما انا بتكلم، مش عايز اقول جزمه مش كويسه، الحذاء والجزمه مش حاسه لو حد قال لي اقلعي الحذاء هدخل عادي، مش هجمع. مش جمعيه اساسا. طيب فاقلع الجزمه عند الباب كويس، فانا ما عملتهاش. هو نظام البيت ده كده، قالوا لي كده، انا ما خدتش بالي، اقول انا اسف ما خدتش بالي. كلمه اسف مش غلط على فكره، فيها ايه؟ ده موقف بسيط قوي. والاكبر بقى انا على فكره انا مش ضد الاعتراف بالغلط، بس انا قصدي انت لازم تبقى اولا مقتنع فعلا ان انت اللي عملته ده غلط، which is هتبقى مشكله لو انت عملت حاجه غلط ومش مقتنع، ده نمبر 1. بس نمبر 2 انا مش شايفه ان انا عشان اعدي الموضوع واللي قدامي متوقع مني اقولها لو انا مش مقتنع. موافق تمام. هو مش اكسبكتيشن عمال على بس ممكن نطلب منك حته اضافيه هنا، ان احنا بنقول انا مقتنع، هو مش لازم تكون مقتنع، هو نظام المكان ده تدفع مينيمم تشارج مثلا. مش هاجي اقول لهم يا جماعه مش دافع عشان مش مقتنع، او ما دفعتش ما خدتش بالي، قلت لهم لا انا اسف انا نسيت ادفع، انا فيها اسف يا جماعه، ماشي ده ريز سيستم، ما حدش قال حاجه. الكسر وكمان المتواصل للسيستم يا سلمى. لا مش للسيستم، مش طب ممكن اقول اسال سؤال؟ هتستفيد بايه؟ يعني انا دلوقتي كسرت السيستم وقلت انا اسفه بس انا هكسره تاني، هنستفيد بايه اللي انا قلت انا اسفه؟ طيب عشان كده احنا عايزين يعني انا طالع من القلب فعلا، صح؟ انا شايفه ان هي it's not about the word او it's not about ان انا بقول بكلام، يعني المفروض الافعال هي اللي تتكلم بقى في الله 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 عليكي. فما ثانيه واحده بس، هو الافعال بتبان الاول بكلمه، هي كلمه انت مش عايزه تريحي اللي قدامك. انا كمدير لما يكون عندي حد موظف حارق دمي غلطان حاجه والتانيه، لو جيت قلت لي انا اسف زي حاضر بتريحني جدا. انا مش معنى انا ما اقولش ماشي يعني for a start، بس at the same time this should not be an expectation يعني. طب ثانيه واحده، وبعدين بقيه القصه انا مش مقتنع وانتي غاليه عليا، تمام، ابوكي بقى انا غالي عليكي، المفروض مش هتريحيني بكلمه حاضر اسفه معلش مره كده وبعد كده نشوف الدنيا، بعد كده لما نهدى تتكلمي معايا. بابي انا ما كنتش فاهمه قوي فانا حبيت بس اتكلم معاك، ممكن تشرح لي ايه شارين خاطر حد؟ ما فيهاش حاجه، انا شايفه ان عادي اوكي بس احنا دلوقتي بنحدد الغلط من وجهه نظر مين؟ ما دي مشكله برضه. فلازم في اي مكان. طيب ذاتس فيري امبورتنت. وعلى فكره برضه ثانيه خلينا بنتكلم في حاجتين، في حته الغلط اللي هو حاجه غلط انت مثلا you broke the rules او كسرت السيستم او اي حاجه، او حته بقى في مشاعر اللي قدامك. حلو. او يعني انت دلوقتي اديت اكزامبل بتاع الولد اللي شتم البنت، ده اكيد غلط. بس في مشاكل تانية بين الناس في ريليشن شيبس ممكن ما تبقاش حاجه صريحه غلطه قاطعه، بس اللي قدامك ضايقته بالظبط، I totally validate his feelings. حلو. او يعني من حقه ان الشخص ده يتضايق. بقى من الكلام اللي هو I validate الفيلينجز، الكلام الكبير يعني I understand where you're coming from. انا اسف انا زعلتك، انا ايه الكبير؟ انت قلتي حتى بتاخد سيلف استيم، ايه اللي هينقص لما حد يقول انا بقول لما تبقى زياده ماشي، كل حاجه زياده. انا موافق، اللي زاد عن حده ينقلب. عارف بيتريقوا على الكنديانز الناس اللي من كندا ان هم كل ما بين كل كلمتين والتانية انا اسف انا اسف انا اسف، مش حلو. فلدرجه ان الموضوع بيبقى كوميدي، انت ما عندكش شخصيه صح. انا يعني بس جنب كده انا على فكره كمان عايز اقول لك، انا بقول انا اسف لاني مقتنع، او لاني ضايقت اللي قدامي which is something big برضو، او لاني كمان معاها انا عندي الحل، انا غلطت في كذا I will take action اصلحه.
بس وانس اجين اديكي مثال كوميدي جدا ملوش دعوه، مش كوميدي في بلدنا طبعا، بلدنا متحمسه جدا على طول، اللي هو كل شويه تلاقي على الفيسبوك مثلا السوشيال ميديا موقعه رهيبه، الناس مختلفين، اصل خرجوني من البسين بتاع قريه كذا علشان كنت لابسه مش عارف نقاب ولا مش عارف ايه مايو شرعي ولا الحاجات دي، وناس تختلف، حد داخل يقول ثانيه واحده يا جماعه هو نظام المكان ده ايه؟ مش ليه نظام؟ هو دي قاعده معينه، القاعده دي لا تسمح باللبس ده مثلا، ده الرول بتاع المكان، لو انا ما احترمتوش اقول انا اسف، مش هقول لا ازاي وانا على فكره مش مقتنع. يا اما انت من الاول مش عارف، ويعني حتى لو مش عارف اقول معلش انا اسف ما عرفتش المكان. ما احنا مش هنتدخل في الموضوع ده دلوقتي، ممكن نخليه حلقه تانية. طيب حاضر طيب ماشي حاضر بس اوكي انا فاهمه، بس انت متوقع بقى مثلا ايه الشخص هيقول انا اسف ان انا نزلت؟ كنتش عارف انا مش عارف كسرت رول هنا بكل بساطه، انا معترض. انا متوقعه في حاله زي دي اصلا تقريبا اداره المكان ايفنشولي هي اللي تقول انا اسف ليه على الرول من الاول. بس ما انا حاطط رول، انا حطيت رول على فكره، ده بيتي يا جماعه اللي انا فيه. بقيه القصه بقى كمان ان انا عايز اقولها لك، المشكله بتبقى جايه منين كمان، ان انت طول ما انت مش معترف باي نظام او شايف اصل انا رايي في حاجات ما ينفعش فيها راي، you have to follow a system. ما عنديش مانع في حته الشغل، في حته الرولز مثلا انا ماشيه في الشارع اكيد مش همشي غلط واقول انا اسف، يعني ما هو تمام. ولعلمك دي اسف بقى سيئه جدا، اللي انا معاكس اتجاه انا اسف معلش بتضحك عليا انت بوظت طريق، خدت ايه من الاسف بتاعتك؟ ما تنفعش. انا بس مشكلتي في حاجه اوكي، ان انا ابقى مستنياها واتس انف، لان انا كسرت الطبق ده وقلت انا اسفه، فانا استفدت ايه؟ وات اي وانت تو جيف بقى المسج الجميله للناس. وعلى فكره انا معاكي في حته تانية خالص، في ناس ما اتعلمتش تقول اسف، في ناس زي ما انت قلتي كلمه مهمه جدا ولسه ويل توك اباوت ذس بقى، هو تعود يقول اسف بحاجه، بهديه، مش دايما بحلتها لك في نفس الوقت، مثلا يعني اتاخرت في حاجه عملت لك حاجه تانية مكانها، بس مش قادر يقول. انا نفسي الولاد والبنات يفكروا بشكل بسيط، لا تنتقص من قدرك خالص، مش بتقلل من قيمتك ولا تاخد من السلف السيم، لو قلت انا اسف مش نهايه الكون. انا اي ثينك هي سايكولوجي ويعني ده اللي انا قريت فيه شويه برضو. انت ديفنتلي من حته انت جاي منين وشفتها قدامك ازاي وشفتها بتقلل من الناس فعلا ولا لا، يعني انا شايفه from the start ومش حاجه عيب خالص ان فعلا لازم الاباء يبقوا لما بيغلطوا يضايقوا ابنهم ولا يعملوا اي حاجه ما فيهاش حاجه ان هم يقولوا انا اسف، صح. فالابن ساعتها هيبقى شايف ايه؟ صح. هيبقى شايف مهما كنت انا كبير، مهما كنت انا في بوزيشن ايه، حلو. انا لو غلطت هعترف، صح؟ ده ساعتها هيكبر عامل ازاي؟ انا على طول في بالي السوشيال ميديا، لا مش هتكلم عليكم عشان انا قلت لك على فكره انا اسف قبل كده، اكيد قلتها لك يعني اكيد قلتها، بس انا بتخيل في السوشيال ميديا لما حد بيقول كلمه انا اسف على طول، كبير الصغيرين فجأة كأنه كسر كل حاجز، فقد احترامه للشخص. ليه يعني؟ وبدأ الكلام الشهير انت سقطت من نظري، اصل انت مش عارف ايه، انت ايه. بس لو ما قالش هيفضل الناس بتهاجمه برضه. لا انت الناس كده يعني تغلط. بس انا برضو مقتنعة ان احنا كميلانيالز والجنزي الاصغر مننا وكده عشان very in tune مع الايموشنز وبنفكر في المنتل هيلث وبنفكر في الصحه النفسيه وكل الكلام ده. انا شايفه ان احنا لا يعني عارفين كويس قوي نقول سوري، وبنقول سوري كتير قوي وبنغير من نفسنا يعني. انتوا يمكن ما كنتوش مدركين قوي الموضوع. ايوه مدركين دي زي كلام كبير انا قلته. طيب الامبورتنت مسج بالنسبه لي، الرساله المهمه جدا هنا، كلمه اسف لا تنتقص من قدر اي حد. نمرة 2 انا مش لازم اقول اسف، وانا متفق معاكي في دي، مش لازم اقول اسف عشان انا غلطت، هو ممكن عشان انا اذيت مشاعر الشخص اللي قدامي او ضايقته هقولها له. تمام. كلمة اسف وكلمة حاضر، الكلام بسيط ده بيريح الكبار جدا، محسسني انا كمان ببقى كبير ونفسي جدا اقنع الصغير ده، ببذل مجهود. خدي بالك انا متخيل، خدي بالك الكبير اصعب ان هو يبذل مجهود يقنع حد برأي مختلف عن رأيه. تمام. مش مقتنع قوي، صعب علينا احنا، بالعكس احنا بقينا ريجيد غصب عننا. ايوه بس يكون مش عايز اغير، يعني مش تغير من نفسك بس تغير لو انت فكرتك عن الموضوع ده اتغيرت هتبدا تشوف بطريقه تانية. لان انت يعني انا دلوقتي برضو ممكن اقول انا مش صغيره يعني، صح، او انا اتربيت بطريقه انت تطلب مني ان انا اتغير، انا كمان هطلب منك. يعني انا مش شايفه ان اتس تو ليت ان احنا والزمن بيتغير وكل حاجه دايما بيتغير كل حاجه دايما، حتى باي لوجيك. الناس اللي بتكبر قوي في السن تلاقيه تلقائيا بدا يبقى ايه، وان تراك مايند، مش عايز يغير اكلته، نومته، قعدته، المكان اللي بيروحه، نفس الميل اللي هياكلها في كل حته. صعب تلاقي حد بيغير كل شويه في السن الاكبر. الصغير لسه اكسبلورينج، قدامه حاجات كتيره.
معاكي مش هيقعد يعتذر طول الوقت. على فكره دي بتخسر بيزنس في بعض الاوقات، لما نقعد نعتذر كتير بنخسر. بس اتليست يكون عندي الجرأه والشجاعه. هو في اكتر من الصعايده اهالينا؟ الصعايده بيعملوا ايه؟ بيشيل الكفن. الراجل الصعيدي اللي هو اعلى كرامه في الدنيا بيشيل الكفن، شايل الكفن بتاعه ويقول للناس ايه؟ انا غلطت، حد من عيلتي قتل حد من عيلتكم في الطار، انا جايب الكفن بتاعي، لو عايز تقتلني اقتلني وهدفع لك التعويض. كمان فيها ده مهم جدا بقى، الكول تو اكشن. انا مش بقف عند كلمه انا اسف وخلاص، بالظبط. عايز اقول انا اسف وسببها جاي منين وانا هعمل ايه عشان اعوض حاجه زي كده. ما انا هقول لك بقى، هي فعلا ممكن نتكلم بالسايكولوجي بقى في علم النفس. ليها طرق من ناحيتين. ليها طرق مبدئيا ان انت فعلا تتعلم ان انت ليه بتعتذر وتبدا تفهمها وتغير في نفسك كل مره عنها. وكمان اللي قدامك ازاي تقنعه ان انت فعلا لا انت حاسس بالندم، حاسس ان انت دي حاجه بتتعلم انت ما تعملهاش تاني عشان تبقى مقنع. اوكي فهي 5 حاجات. ومش عايز اللي هو انت بتحسسني قوي حاسس بالندم فتتشحت فانا ما صدقك. لا هي حاجات واقعيه. اوكي بحس انت اول حاجه الريكوجنيشن اللي هي الاعتراف. حلو. اللي هو بس ده كل ده بكلم ما بينك وبين نفسك. ما انت لو عملتها بينك وبين نفسك اللي قدامك حلو جدا. بتتكلمي على منتال ستيت كده عقليا وذهنيا. انا فعلا في حاجه مش مظبوطه. لو ما حصل، بص لو كل حاجه من دول ما حصلتش اللي بعدها مش هتيجي. طب من غير تهديد، هي واحده بالراحه. ماشي. اول حاجه طيب فاول حاجه الريكوجنيشن او الاعتراف. تاني حاجه ريسبونسبيلتي. ان انت هتقول انا عندي مسؤوليتي فعلا، انا كنت غلطان زي ما انا عملت حاجه غلط مع عيان فانا مسؤوله عن ان انا عملتها. صح. مش هقول لا اصل انتوا ما علمتونيش. حلو. او مش هقول اصل انا ما لقيتش الاداه دي فما عرفتش اعمل حاجه للعيان. اوكي. تالت حاجه الريمورس او الندم، بس طريقه مش تو ماتش برضو، انت عشان تحس ان انا مش عايز اعملها تاني. انا فعلا حاسس ان انا لا يعني انا غلطان وندمان ان انا عملت طيب كده. ممكن قبل ما تكملي المرحلتين التانيين ده عايز اقول لك في كوتشنج موديل جميل جدا اسمه SBI اللي هو بيتكلم على سيتويشن، بعد كده بيهيفير وامباكت اللي هو اللي انت بتقولي عليه بالظبط. انا حسيت بالامباكت اللي انا عملته ده كان نتيجته حاجه مش كويسه، لا انا فعلا مش عايز اعملها تاني. بعدها تتغير. بالظبط. بعد كده ريمورس وريستيتيوشن. فاحنا قلنا الريمورس الندم، الرد ان انت ازاي هتغير حاجه زي دي. حلو. والتكرار بقى ان انت السايكل دي لو عملتها مره ورجعت تغلط تاني بس ما عملتهاش فقدت معناها. بالظبط. كل اللي انت عملته ده اتهد. جميل. فده انا بشكرك جدا على الحته دي، ان في الاخر احنا رايحين لسيستم لخطوات معينه بعود ذهني وقلبي وعقلي وروحي ان انت عادي جدا هتقع مره والتانيه والتالته، مش نهايه الكون. هفكر الاول انا فعلا غلطان، هقول انا اسف، انا ندمان على حاجه زي كده، هعمل ايه عشان اغيرها واستمر فيها، مش نهايه الكون خالص. بالظبط. طب الحته التانيه بقى، احنا بقى كرجاله بقى مش هتكلم بقى راجل وست، خلينا واقعيين كده. الراجل في اوقات كتيره جدا كبيره عليه، وبقى في بنات كتير كده دلوقتي كمان. يعني انا مش هقولها بكلام، انا عايز اعمل حاجه، يعني عايز على فكره it's okay بس على حسب برضو اللي قدامك متوقع منك ايه. بس هو في طرق كتير قوي انك تعتذر، وكمان ان انت يعني ممكن تقول وتكملها بقى بحاجه. نكمل حاجه تكمل. لسه النهارده واحنا جايين كنا بنسمع إلتون جون، احنا في الطريق جايين، فكان ليه اغنيه جميله جدا So I had to say I love you the song. كويس. مش عارف يعني يقول في عمل اغنيه، انا مش عايز يعني اقول الكلمه بصراحه قوي. ايه بقى التولز اللي ممكن تساعدنا اليومين دول في حاجه زي كده بقى؟ ما زي بقى ما قلت لك، انت اولا هتبدا تمشي على الخطوات دي كلها. همشي عليها. حاضر. لان انت في الحاله دي مش بس تبقى بتتكلم. حلو. لو الشخص اللي قدامك ده عايزك تتغير في اسلوب او في مثلا هابت انت بتعملها، عاده انت بتعملها عايز تغيرها، لازم تبدا تغيرها. لو اللي قدامك ده متوقع منك ان انت عملت حاجه كبيره وهتصالحه، تصالحه بهديه. طيب صالحه. بس حته انا هرجع بس خطوه اللي لازم تتغير. عايزك تتغير في حاجه في طبيعتك. لا هو انا يعني كمان هبقى متضايقه وانت تقول لي سوري، والحاجه كل شويه تفضل تاني كل شويه صعب. عملنا ايه بقى؟ عايز ضغط علينا. يقول لي عملنا ايه؟ احنا قلبنا دلوقتي على فكره. ده انا بقول لك انا اسف وخلاص خلصنا. يعني انت عايزاني بقى بدل اسف خد تعالى بقى هعمل فيك كذا وكذا. لا بس نتكلم بجد برضه. اوكي. الموضوع يعني انت لو شايف انك غلطان وشايف اللي قدامك ده انت مهتم بيه وحاسس انك مش عايز تزعله تاني، حلو، هتاخد الموضوع بجد. حلو صح. طب انت عارفه طبعا it's not just about saying I'm sorry, it's not just about the خلاص حصل خير. انا مش عايز اكلم. انا حاسس دلوقتي ضغط عليا ان انا فكرتي بس ان هي ما تبقاش كلمه لان هي هتفقد معناها من الاخر. طيب مجرد كلمه ما ينفعش. بس بعض الاوقات برضه عايز اقول لك، بعض الاوقات حاضر هتريح بس في اللحظه دي، وبعد كده هتقولي ما ينفعش قوي، انا اسفه معلش هديتيني بس هديتيني. يعني عايز اقول لك انت عارفه نكسر التنشنه. الجيل بتاعنا كان انتوا ما حضرتوش حاجه زي كده. الجيل بتاعنا كان اتوبيسات اللي هي النقل العام، اتوبيس عمره ما بيقف في المحطه. كويس. انت لازم بتبقي بيجري يهدي جنب المحطه كده، لازم تنزلي منه.
لو نزلتي ستريت هتكحولي على الارض تماما، فلازم تنزلي كانك بتجري جنبه بنفس السرعه وسنه سنه تهدي. تمام. اتس ذا سيم ثينج. لو حد جاي سخن وعلى اخره متضايق مني جدا جدا، احاول، مش هينفع اقول له ابدا يعني بحاجه وهدي بعدها. انا معاك ام سوري بس ثانيه واحده، مش معناها لا تفقد معناها ولا واتبر، بس هديك نتكلم بعد كده نقول ايه القصه، وبعد كده الدنيا هتظبط. بعد كده هدايا بقى، هنعمل ايه في هدايا ده؟ طيب. مش دايما بقى، والهدايا وانتم مكلفين. اولا فكر في اللي قدامك عايز ايه، لان أيوة. انت مش تفكر في انت عايز ايه. لا ثانيه، عارف لما تروح عزومه وتجيب الحاجه اللي انت عايز تاكلها؟ أيوة. الموضوع مش بيمشي كده. لا طب ما على فكره دي من الحاجات اللي بتضايقني جدا كمان، ان انا اتهريت دلوقتي فكره ان انا بجيب الهديه لمراتي ودايما جايب معاها الايصال. عشان ايه؟ تقول لي جبت الايصال يا حبيبي، الله يخليك ربنا يخليك ليا، فين الايصال عشان هرجعها؟ لا ممكن حاجه اسهل بكتير. يعني انت عارف فاليو مثلا عندهم فليب ده اللي هو ايه بقى؟ فليب اتس جيفت كارد، اتس ان اي جيفت كارد. اوكي وي كان يوز ات اني وير. حلو. ومفيش ايصالات بقى، يعني هي هتختار اللي هي عايزاه. يا سلام. فاحنا سهلت، ولا انت هتختار هدايا حلو ولا هي هترجع الموضوع وتكسر مشاعرك. فانت انت بتديها او خلاص قررت ان هو الراجل هيديها لمراته. honestly يعني it's a great idea. حلو. لان انت بتفتح بقى مجالات كتيره جدا اللي قدامك ده عايز يجيب ايه في اي وقت. رايتي واسعه في الحاجات دي. مش لازم باي ذا واي يعني احنا عشان برضو لازم نقول ان انت مش لازم اصلا تبقى فاليو ممبر، انت ممكن تستخدمها في اي حاجه. وبجد في 7000 حته. طب انا عايز ارجع تاني بس اتاكد، 7000 مكان دول ده في اي حته هروحها ولا ايه؟ عشان بس هم 7000 مكان بس within network value، بس برضو ده يعني رقم مرعب طبعا، رقم مرعب يعني. طيب. فانت خلاص هتعتذر دلوقتي، جاهز، هات الكارت، هات فليب، you will be ready. انا شايفه انت خلي بالك اللوف لانجويجز، واحنا هنتكلم في الموضوع ده بعد كده. حلو. الكلام اللي هو ام سوري، الافعال ان انت تغير انت بتعمل ايه، الهدايا دي لوف لانجويج كبيره قوي. حلو. فانت عندك فاليو عاملين برودكت فليب ده، انت اللوف لانجويج دي انت مفلس في كل الاحوال. لا تفلس كلام، لا ما تقلقش بقى، ما تقلقش. بس بصي، لا انا تو بي سيريس، انا كمان اي لايك ذس ايديا كتير جدا. مش هنعرف نتكلم بشكل واضح وصريح، كلام يبقى تقيل علينا، وفي ناس على فكره طبيعتها ما بتعرفش تتكلم كويس. I don't think يعني باي ذا واي you should not اللي هو تقول انا هجيب حاجه وخلاص مش هتكلم. برضو ما انت لازم برضه تتكلم، تعترف يعني. لازم طب اي لايك دي ايديا، واي لايك كمان الفرايتي، لان احنا كمان بنقف قدام الحاجات دي، الرجاله بالذات عشان نقف قدام هديه صعبه جدا. وعلى فكره الستات، على فكره والله الستات هداياها اسهل من الرجاله بكتير. يا سلام. سوري لا ايوه انتوا اسهل انتوا تجيبوا لنا هديه، لان احنا عندنا اوبشنز كتيره قوي، انما انتوا كام حاجه بتلبسوها بس منتوها بين. فانا بالنسبه لي همشي على فليب كارد بكل بساطه. ثانك يو فيري ماتش بنت الحلال ادي كده، وانا مش هقول اسف بس ايه ده؟ ما خلاص بقى، ما انا جبت هديه، اتكلم عامل ايه. انا على فكره مش بقول ان انت يعني هي ده جزء من الابولوجي، جزء من الباكج كلها. انت خدتي بالك الموضوع قلب ازاي؟ ان انا كنت بادئ بقول لك لازم تعتذري، لقيت نفسي في الاخر انت انا مش هعتذر الحلقه دي. انت مش هتعتذري الحلقه دي خالص؟ ها، لان انا مش شايف ان طيب انا بقلق جدا من القصه دي، انه بقى تاني هرجع معلش، هنجيب الهديه وكل حاجه، استخدم الكارد وكل حاجه في الدنيا حلوه. It's not the end of the world، مش نهايه الكون ان انا اقول ايه، انا عارفه ايدي كده، انا اسف. بس you have to من جواك تبقى مقتنع الاول. ولو انا مش مقتنع، ما دي كارثتنا بقى كمان لما احنا بنسافر بره وفي حتت معينه نلتزم جدا جدا، وهنا مش ملتزم. يا عم ما هوش جات عليا انا ومش عارف ايه، المنطق ده مش عايزه على فكره. ماليش دعوه لو الدنيا كلها بتعمل غلط، ده مقبول، بس انت شخص محترم صح؟ انت معايا، وانت لو مهتم باللي قدامك ده وباقي عليك كل الكلام ده بالظبط، يعني انا هتتحرك من جواك. وعلى فكره العالم كله بدايه، عارفه في جمله شهيره جدا قالها هيرودوت اللي هو الراجل الكاتب العبقري التاريخي يعني، قال لك ان بدايه الشرور في العالم كلها كانت جت منين؟ ان حد عمل غلطه ما دفعش ثمنها، ما دفعش ثمنها بين السطور، اللي هو برضه كلها بقى ايه، انا سوري، فبدات تتكون حاجه ورا الثانيه. ما دفعش ثمنها، معلش يعني ام سوري ده اللي قدامه، بس هو في المطلق هيدفع ثمنها بطرق تانية بقى، ما خلاص. بس هو قدام الناس كلها ايه، انا عملت غلطه وما قلتش انا اسف، ما تحملتش المسؤوليه، ما there was no remorse. أيوة. ما فيش ندف، ما غيرتش في حاجه. فجاء اللي بعده قال لك طب ما اشمعنى ما ده عمل يبقى انا كمان عايز حقي، واللي بعده دخل انا عايز اعمل. كل كيس مختلف عن الثانيه، ما تخلصش بقى. وانا مع ان احنا نغير نفسنا ونكسر الحاجز، تقول ام سوري كل حاجه، بس كل كيس مختلفه. طبعا انا عاجبني هي طبعا يا جماعه احنا خلاص بنقفل صح؟ هنقفل، وانا عندي فكره اغنيه لسه تقولي هتعودك الكلام ده خالص. سوري بي سيمز تو بي ذا هاردست وورد، صح؟ انا متاكد، انا قلبي حاسس طبعا يعني. بس انا مش هقول بتاعت ألتون جون، بس لازم اعبر بس بغض ما هي اغنيته في الاخر. اي بس انا عندي فيشن بتعملي فيه فيلم تاريخي يا جماعه كان اسمه ريتيرن اوف دراكولا هو مصاص الدماء. كان هو وراجل دمه خفيف جدا قدامه زي يعني حد هيقضي عليه. فكان القصه كلها ان دراكولا لازم يقول اخر جمله، فالراجل يقول له ايه جود باي، تاني يقول له ايه جود نايت، فواحد راجع تاني دراكولا يقول له ايه فيري جود نايت، لازم تقولي اخر كلمه. فانت في الاخر انا برضو شايفه
مفيش فايده مفيش فايده. مش هقوله. طب اغنيتك ايه؟ ها اتفضلي. سوري seems to be قوليها، قولي سوري بس. سوري seems to be the seems to be the طيب انا هتكلم على كتاب مختلف خالص. انا دايما لكم كتاب. طب ثانيه بس، انا عايزه اقول ان هي إلتون جون عملها، بس انا من زمان قوي الجيل بتاعي بعرف بلو. الباند اللي هم بوي باند كده وعملوها، وانا I love blue, they were my favorite بجد. والجن زي مش هيبقوا عارفينهم باي ذا واي. ده زي باك ستريت بويز والحاجات دي. هم نفس الوقت عامه. فالجن زي مش هيبقوا عارفينهم، ممكن بالنسبه لهم دلوقتي يبقى كلاسيك. امال إلتون جون ده ايه؟ ده بالنسبه لهم. فيا جماعه اسمعوا الاغنيه وهتحسوا ان سوري seems to be فعلا the hardest word. يعني رغم انه كان مش هحتف، كان بيقول لها فيها what am I gonna do to make you love me، كان قال كل حاجه. طب ما يقول سوري. انت عايز لسه بيحبها لسه في الاول. طب قول لنا على الكتاب. طيب الكتاب بعد ايه بقى؟ بيروت. الراجل ده سرعان الله ابراهيم من الكتاب العباقره، دماغه عاليه جدا جدا. كان بيتكلم على وقت الحرب الاهليه في بيروت. احنا العالم كله شغال حرب اهليه على طول، بس الجميل ان هو واخدها بشكل انساني جدا. هو كان صحفي ورايح هناك عشان يعمل زي ريسيرش، وبيعيش لك الحياه من الناس الطبيعيه. دايما بنشوف دايما على السوشيال ميديا او على الانترنت او على قنوات الاخبار اللي واتيفر، بيديلك صوره رهيبه ان في ضرب نار متواصل في عز القتال، في عز كل حاجه. there is always life. في حياه. كتاب جميل جدا بالذات جدا. اللبنانيين على فكره ما شاء الله حبهم الحياه غير طبيعي. يعني لحد الاحداث اللي بتحصل بس هم يعني this concept of living no matter what happens جميل جدا. هناخد احسن ما في كل حاجه في حياتنا. سلمى ثانك يو فيري ماتش، تعبتيني كالعاده وتحرقي دمي على طول. بس معلش انا اسف اذا كنت حرقت دمك. كنت مش لازم تاسف خالص. بعد الحلقه هقول لك على اي حاجه. ما علينا. يومك حلو ان شاء الله، وحلقه زي الفل، وخليكم معانا دايما. كل سنه وانتم طيبين. هابي نيو يير. اي حاجه. طيب يلا شكرا. الكلمه الاخيره. طيب ماشي. ثانك يو يا جماعه انتوا سمعتونا لاخر الحلقه. احنا على انغامي، موجودين على ابل بودكاست، موجودين على سبوتيفاي، على ديزر، على امازون ميوزك، وطبعا هتلاقونا على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك، وكمان ثرو البلاتفورمز بتاعت فاليو. كالعاده في نهايه كل حلقه هتلاقوا سؤال الحلقه، هو مكتوب قدامكم دلوقتي بالاجابات بتاعته. احنا في انتظار اجابات كلها ان شاء الله. هتلاقوها على كل المواقع الخاصه بالبودكاست، انا وبابايا باتل فيلد، او كمان على الاكونتس بتاعتي انا كخالد حبيب على لينكد ان، وكمان على الفيسبوك. اكتر اجابه منطقيه ان شاء الله هيكون ليها جايزه خاصه وجميله جدا من فاليو. اكتبوا اجاباتكم على طول دلوقتي وابعتوها لنا على طول دلوقتي، هنلاقيها على الويب سايتس بتاعتنا كلها، وان شاء الله تكون كسبان معانا مع فاليو ان شاء الله.